رعاة اعلنوا، وفي 4 5 لسه هيعلنوا الايام الجايه. النادي الاهلي اللي وصلت رعايته ل 2 مليار، كلهم بيتباروا بيسرعوا لحل ازمه كهرباء والمساهمه في الغرامه اللي عليه من خلال اعلانات يقوم بيها مع نجوم الاهلي لمنتجاتهم. فالكلام ده انا قلته امبارح والنهارده يعني شائع في كل وسائل الاعلام، وزي ما قلت لكم ان كهرباء خلال ايام بسيطه جدا هتنتهي مشكلته نهائيا، وبعد الكابتن خطيب ادى تعليمات واضحه بانهاء هذه الازمه خلال ايام بسيطه جدا، ويبقى كهرباء يعود مره اخرى للمشاركه لانه موجود في التمرين ومتالق واخد وضعه الحقيقه. وكولر يعني الراجل شايفه لعيب كبير، والراجل شايفه يعني من النجوم اللي هتساهم في تشكيلة الاهلي ايجابا خلال الفترة المقبلة. تعليمات واضحة وصريحة، البرد والكورونا والكلام ده ممنوع. بص، تحذير لكل اللعيبة، ممنوع التواجد في اي تجمعات خارج النادي، وقال لك هيبقى في غرامات كبيرة جدا. كولر يا جماعة جاي الاهلي تأديب وتهذيب واصلاح للخارجين عن النص في الملعب ولخصوم الاهلي، واللي مش عاجبه يشرب من اي خرارة. غالي. طب ادفع اللي عليا طبعا هو دايما تدفع وتخلص. انا خلاص يبقى انا ادفع اللي عليا عشان ما تزيدش عليا الفوائد، لان كل يوم انا بعد. وبعدين احنا عاوزين كهربا بقى يلعب، لان من ساعه ما جه كهربا النادي الاهلي ما فاتش الاهلي بحاجه. طب ما هو لو دفع برضه نص الغرامه برضه كبيره يا كابتن ابو الدهب، يعني كبيره مش يعني. خلاص يبطل كوره، يعني هيدفع ولا مش هيدفع؟ والله احنا نساله بقى. لا ما خلاص، اصل ده حق، ما زي ما بنقول الاهلي بيدور على الحق والزمالك بيدور على الحق وياخده. في ناس بقى تطلع تقول لك العقد مزور او الكهرباء مش عارف ايه، وهو رفع قضيه عشان يثبت. بص كل الكلام ده تضييع وقت. انت المحكمه حكمت ان انت، او الكاف حكم ان دي نادي الزمالك من حقه ال 2 مليون دولار، وهو يعني خلاف او عواد الفوائد اللي بتيجي. لكن انت كهرباء انت عايز ايه؟ هتلعب ولا مش هتلعب؟ وهي دي الموجوده. لكن انا دايما كنت بقول كهرباء ما فاتش النادي الاهلي في الفتره دي، لان ما لعبش. لان انت عندك حتى لما جيت انت كان كل دماغك، او ان احنا كنا بنقول احنا النادي الاهلي جاي يبقى كهرباء عشان يستفاد منك فنيا. النادي الاهلي ما استفادش منك. كمان انت عندك مشكله، فانت لازم تخلصها، يا تدفع يا ما تدفعش عشان نخلص الموضوع ده. يا جدعان ما نخف عن كهرباء ونتكلم على صفقات الزمالك اللي جايه من المستشفى اليوم الواحد كلها مصابين دي. مصطفى شلبي مصاب، وسامسونج كورونا مصاب، وابراهيم انضاي مصاب، وزكريا الوردي جاي يقدم ضحك. كلم يا عم على سامسون اللي ما جاش لليوم الرابع على التوالي. سيبوا الاهلي في حاله. النيني راجع، كهربا راجع، واللي مش عاجبه يشرب من اي خراره.